بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. كتير مننا قوي بيخلي الفراخ أو بيكون عنده أجنحة أو الحوايج بتاعة الفرخة اللي هي بتبقى الرقبة أو الأجنحة أو الفخدة اللي ما بين الأوراق، وبيبقى مش عارف يعمل بيها إيه غير صينية البطاطس. ايه رأيكم ان احنا النهاردة هنعملها في أكلة تحفة وهتغير طعمها وهتودي طعمها في حتة تانية خالص؟ هنعملها النهاردة في حلة محشي. ايوه، وعايزاكم تجربوها، فعلا النتيجة بتكون روعة. غير اللي انتوا بتسقوا المحشي بشوربة، لا دي بتدي طعم تاني للمحشي. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. انا قبل كده كنت انا عامله معاكم المحشي كتير، بس قلت بقى المره دي اللي انا اختصر، اللي انا اجهز كل حاجه ومجرد بس اللي انا احشي. هنا الخضره كنت انا غسلتها وقطعتها. زي ما انتوا عارفين ان الخضره بغسلها الاول وبعد كده بقطعها. وهنا الرز نفس النظام، كنت انا نقيته وغسلته وسيبته ان هو يتصفى. الخضره سبتها تتصفى وكمان الرز سيبته ان هو يتصفى، لاني مش بحب اللي انا احطهم على النار ان هو ينشف الميه بتاعتهم. لا، بحب اللي انا كده احطهم في قلب المصفى وينزلوا الميه اللي فيها. وهنا عملت بصلايه كبيره او بصلتين، عشان اللي انا اعمل مرتة للاجنحه ديت او الاجنحه والرقب والحاجات ديت. دي هتديلها طعم حلو قوي. وهنا دي الصلصة كانت جاهزة عندي، مجرد بس اللي انا طلعت لها واديتها تسخينة بس. وبعد كده بقى هحط كل حاجة على بعضها. بس اول حاجة هعملها اللي انا هتبل الاجنحة، لان الاجنحة دي اللي هحطها في ارضية الحل. زي ما انتوا شايفين، اخدت البصل دعكته بشوية ملح وفلفل اسود. اخدت نصهم دعكته مع الأجنحة والرقب، وبعد كده رصيتهم في قلب الحلة من تحت. وبعد كده هحشي بقى عليه. حابه اللي انت تحطيه في النص مفيش اي مشكله، لانه رقيق مش هياخد سوا كتير، بس انا حطيته تحت عشان ريحته كده تطلع على المحشي كلها. وهنا ده المحشي اهوت بعد ما جهزته الرز والخضره والبهار والصلصه. لو انتم ملاحظين انا حاسه كده ان الصلصه هنا لونها مش حلو، فانا في الاخر هعمل معلقتين صلصه كده في الميه اللي انا هعملها اللي انا هسقي بيها المحشي، عشان ان هي تديلها لون الطماطم هنا ما كانش حلو. وانا مش من محبي اللي انا بشتري الصلصه اللي انا احط صلصه عشان تظبط لي اللون بتاعها. فانا بحب اللي انا اعمل بالصلصه، نادرا قوي لو انا اشتريت الصلصه اللي هي المعلبه او الجاهزه من بره. انا بقى اما جيت احشي كنت انا عماله بعمل بسرعه عشان احشي معاكم، كان النور قطع، فقلت خلاص انا هحشي اول حله. وبعد كده هعمل الحلة التانية. يعني انا عاملة المحشي ده على يومين، عملت منه حلتين. قلت خلاص ادام النور قطع، هعمل الحلة الاولانية وبعد كده هاخدها اللي انا اسويها. هنا المية. هنا ميه وحطيت عليهم معلقتين من الصلصه وحطيت البهارات. لو انت حابه تحطي مكعب مرقه ممكن تحطي، بس هنا الفراخ محطوطه في قلب الحله، فانت هنا مش محتاجه ان انت تحطي اي طعم مرقه، هي هتديكي طعم حلو. عايزه اقولك ان المحشي باللي انا عملته ده طعمه في حتة تانية، يعني الصراحة طعمه تحفة. وكمان البصل اللي انا كنت سايباه في الطبق كنت انا بحطه ما بين كل طبقة محشي، يعني كل طبقة بحشيها او طبقتين كده بحشيهم، بحط شوية من البصل اللي انا عاملاه مرتة ده. بيدي طعم بيدي ريحة حلوة قوي للمحشي وطعم كمان حلو. هنا بعد ما خلصت المحشي زي ما قلت لكم، حطيت الحله على البوتاجاز ثواني بس ان انا اسمع صوت الميه بتاعتها، وبعد كده احط الميه اللي انا سخنتها. هنا زي ما قلت لكم دي ميه، انا مش محتاجه بقى ان انا احط شوربه لان فيها الاجنحه. وهنا اما اجي اظبط الميه بخليها اقل من الميه اللي انا بعملها. هنا عشان انا اللي كنت بصور، فانا هنا حطيت الميه، هستنى اللي انا هحرك الحله عشان الميه تتوزع ما بين المحشي. ما ينفعش ان انت تحطي الميه كده او الشوربه وتقولي خلاص هي كده مظبوطه وخلاص، لا لازم تحركي الحله، لان الميه او الشوربه لسه هتنزل تحت. فانا هنا حركتها نزلت تحت، يعني نزلت عن كده شويه. ده لو انتي حاطه فراخ او لحمه قللي شويه. ليه؟ لان الفراخ واللحمه لسه هتنزل الميه بتاعتها، فعشان المحشي ما يطلعش معجن معاكي. هنا خلاص هسيبها بقى لغايه ما تتشرب، وبعد كده هغطي وبعد كده ههدي عليها النار لغايه ما يستوي براحته. على ما هو يستوي زي ما قلت لكم انا كنت بعمل حله تانية.
وزي ما قلت لكم انا اللي كنت بصور، فانا حشيت كده شويه وبعد كده برصهم في قلب الحله لغايه ما حد جه من البنات وبعد كده صورني. لو انتي حابه ان انتي تجيبي فرخه واللي انتي تعمليها في قلب المحشي عادي، مفيش اي مشكله، وزي ما قلتلك بتفرق في طعم المحشي قوي. بس الفراخ بقى هتضطري ان انتي تفتحيها قوي. فاكرين يوم ما انا كنت عامله الفراخ في قلب الشوايه في الفرن، اما كنت مفتحاها قوي وحطاها في الشوايه في الفرن، انتي نفس النظام هتفتحيها كده وتكسري العظم بتاعها. مش تكسريه، لا تقطعي اللحم بتاعها اللي انتي تفرديها زياده عن اللزوم وتحطيها مفروده كده في قلب الحله، او تقطعيها على 4، وكل ربع بتاخديه اللي انت تفتحيه عشان تستوي معاكي كويس. عايزه اقولك ان هي طعمها باللحمه بيكون اجمل لو انت عندك لحمه، اي نوع لحمه، بس طبعا نوع اللحمه بيفترق، يعني بيختلف معاكي في التسويه. طيب انا بعمل ايه لو اللحمه مثلا بتاخد وقت معايا في التسويه؟ بجيب اللحمه اللي انا بقطعها رقيقه جدا، وبعد كده بجيب اللي هو المدق بتاع اللحمه وادق عليها كده لغايه ما فتت الانسجه بتاعتها عشان تستوي معايا. عايزه اقول لكم جربوها باللحمه، خطيره. يعني برضو اللحمه، يعني لو حد دقها منكم هيقول لكم عمرنا في حياتنا ما اكلنا محشي بالجمال ده. جربوها حتى بنص كيلو لحمه، او ربع، حتى ربع كيلو لحمه. ربع كيلو، ايوه ربع كيلو ده هيفرق معاها هيفرق في الطعم. وكمان انت بترققي قطعه اللحمه وبتفرديها، فهترمي معاكي كميه. هنا زي ما انتوا شايفين انا بحشي اهوت. وعايزه اقول لكم ان الكرنب ده كان عندي في الفريزر، طلعته وانا جايبه تاني. يعني انا بحب ان انا اطلع واجيب احط مكانه عشان يكون عندي في اي وقت ببقى نفسي ان انا اكل محشي، يا دوبك ان انا اطلع واعمل على طول. هنا بقى كانوا هم خلاص كلهم اتجمعوا، وانا ما كنتش عايزه اغرف الا لما كلنا نتجمع عشان الاكل يكون سخن، ما اقعدش اغرف كل شويه والاكل يكون برد. فانا كنت عاملاه بقى في الوقت، عارفه الميعاد بتاعهم اللي احنا هنتجمع كلنا سوا ونقعد ناكل. فانا وقفت بقى المحشي لغايه كده، وقلت بقى اغرف الاكل اللي احنا ناكل، وبعد كده اكمل الحشو. هنا ده شكل المحشي اهوت بعد ما خلص. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، لونه تحفه. بالمعلقتين الصلصه اللي انا كنت حطاهم كنت حاسه ان لون الصلصه كده زي ما بنقول كده مجربه، يعني لونها مش حلو، لونها كان فاتح لان الطماطم دي كانت متفرزه عندي. هنا لو انتوا شايفين المحشي كل صابع جنب التاني اهوت مش مهري، يعني انتوا ممكن تاخدي بالمعلقه كده وترصيهم في قلب الطبق، لان مقلله الميه بتاعتها زي ما قلتلك. وخدي بالك لو انتي حاطه اي حشو تحت، فراخ، لحمه، الحوايج بتاعه الفراخ، اهم حاجه قللي الميه شويه لان الحاجات دي بتنزل ميه، فعشان المحشي ما يطلعش معجن معاكي. والله كانوا بياكلوه بيقولوا لي تحفه، طعمه كان خطير. يعني حاجه بسيطه غيرت في طعم المحشي وودت طعمه في حته تانية خالص. حتى لو انتي مثلا عاملاه عزومه ممكن ان انتي تعمليه، بس طبعا مش هتقدمي بقى مع الاجنحه والحاجات دي، لا ممكن بعد كده يعني تعمليه بالاجنحه وتشيلي الاجنحه دي في جنب وتقدمي المحشي. هيفرق في الطعم برضو، وهما ما يجوا ياكلوه هيقولوا لك طعمه في حاجه كده غريبه. هنا المحشي لما جيت احشي بقى بقيه الكميه كان الكرنب خلص. فهنا بقى انا قلت اتفضل معايا شويه رز. قلت خلاص تاني يوم اما اجي اسلق الكرنب اخد منهم شويه اللي انا اكمل حشو الحله التانية. بس الصراحة انا سبتهم بقى لتاني يوم، لان اليوم ده انا تعبت فيه قوي، لان طبعا اليوم ده ما بيكونش على قد الطبيخ بس، لا بيكون على قد ترويق، مذاكرة، بيكون في حاجات كتيرة بتشطبي المطبخ. فانا قلت تاني يوم اللي انا اعمله. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.